تعال نشوف مع بعض كده الحالات التحكيميه ما بين مباراه نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وعايزك تركز جدا في الفيديو علشان انا هسالك على حاجه في الفيديو. لو جاوبت صح هتكسب معانا كارت شحن ان شاء الله. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول على لعيب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب سيراميكا، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب سيراميكا منع لعيب الزمالك ان هو يعدي. وهنا طبعا يعني الفاول موجود لكن ما يستاهلش انذار، لان هنا هنشوف مع بعض هتلاقي لعيب الزمالك برده بيستخدم اليد. لكن هنا طبعا الحكم حسب الفاول واداله انذار، قرار الحكم هنا قرار سليم. عايزك تركز جدا في الحالات اللي بقولها عشان هسالك فيها، ولو ما عملتش لايك اعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجمهور. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه وفي التحام في قدم لعيب سيراميكا، وطبعا هنا الحكم حسب فاول وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب سيراميكا، نشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا كان لاعب سيراميكا بيطلب بضربه جزاء، نشوف مع بعض هل الكره جت في يد لعيب الزمالك ولا لا. نشوف مع بعض هنا هتلاقي الكره ما جاتش في اليد، وطبعا هنا ما فيش ضربه جزاء، قرار الحكم قرار سليم وقرار الفار كمان قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لعيب سيراميكا، نشوف مع بعض هنا هتلاقي التحام بسيط جدا في قدم لعيب نادي الزمالك، ومش ده الالتحام اللي يتحسب عليه فاول، لكن في الاخر الحكم حسب فاول. طبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب سيراميكا عامل التحام وبيستخدم اليد وبيشد لعيب الزمالك، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والشده موجوده والفاول سليم والانذار كمان مستحق. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، هنا لعيب الزمالك ما لعبش على الكره نهائي زي ما احنا مش شايفين مع بعض، الكره مش موجوده اصلا في اللقطه اللي انا جايبها. هنا في تعمد على لعب القدم، كان لازم الحكم برضه يديله انذار في اللعبه ديت طالما حسبت المخالفه. يعني انت شفت المخالفه وشفت الالتحام بالطريقه ديت، كان لازم مع المخالفه يبقى فيه انذار. نروح للحاله اللي بعديها، هنا هنشوف مع بعض هتلاقي لعيب الزمالك بص على قدم لعيب نادي الزمالك، هنا القدم على الارض. شوفها بقى مع بعض كده، هتلاقي اللاعب رفع القدم لمستوى عالي عشان يعمل التحام مع لعيب سيراميكا. لقطه زي دي الطبيعي ان انت تحسب فاول وتديله انذار، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت، مع ان بعديها على طول هنشوفها مع بعض كده اهو هتلاقي زيها بالظبط وبرده مع نفس الفريق ونفس الحكم. هنا لعيب الزمالك ادي القدم مش مستوى عالي، بعد كده اللاعب رفع القدم عمل الفاول وعمل الالتحام، الحكم حسب الفاول واداله انذار، ده طبعا القرار السليم. لكن اللي قبليها ما كانش قرار سليم نهائي. تعالوا نروح بقى نشوف مع بعض كده سؤال الحلقه اللي لو جاوبت عليها تكسب كارت شحن، وهنختار 5 اشخاص هيكسبوا معانا كروت شحن. طيب هتبعت ازاي الاجابه؟ هسيب لك طبعا رابط الفيسبوك في التعليقات، هتبعت لي عليه سكرين، ولازم تكون طبعا مشترك في القناه، لان هنا المسابقه معموله للمتابعين بس اللي هم في القناه. شوف مع بعض بقى كده اهوت الحلقه اللي انا عامل عليها السؤال. هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لعيب نادي الزمالك على قدم لعيب سيراميكا كليوباترا، الحكم هنا حسب فاول، بس اللعبه دي لعيب الزمالك خد انذار ولا ما خدش انذار؟ ده السؤال. ممكن الناس تقول لك سؤال سهل جدا، ما انا عامل سؤال سهل جدا عشان انا عايزك تكسب مش عايزك تخسر. جاوب بقى وابعت لي السكرين على الرابط اللي انا هسيبه لك، وهنختار 5 اشخاص، وبعد كده ان شاء الله هنحاول نكتر، بدل ال5 يبقوا 10 وبدل ال10 يبقوا 20.